النهاردة بقى هنعمل الرقاق في البيت، وبصراحة التجربة حلوة جدا. وكمان بنص كيلو دي هيعملك 16 قطعة من الرقاق أو 18 على حسب مقدار القطعة اللي انت بتطلعيها. تعالوا شوفوا، بص الحلاوة دي. هو دلوقتي كان طري عشان طازة، وبعد كده بتسيبيه لغاية لما ينشف خالص. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف الطريقة بالظبط، مش هياخد منك وقت خالص. كل اللي عليكي هنحتاج من المقدار نص كيلو من الدقيق بس. انا عملت نص كيلو. هنحط عليه معلقة صغيرة من الملح، وهتقلبيه كده تقليبة بسيطة. مش هياخد اكتر من كده خالص. مفيش حاجة تانية، مية دقيق ملح. مفيش اسهل من كده خالص. دلوقتي بقى هننزل بالمية بالتدريج. هتفضلي تنزلي بالمية لغاية لما العجينة تلف معاكي. خلي معاكي كوباية مية، وشوفي الكوباية دي هتاخد المقدار قد ايه منها. وكل شوية تحطي حبة بحبة. بصي انا بفتح اشوف ليونة العجينة. اول ما احس خلاص انها بقت متماسكة. طبعا العجينة بتبقى مش ناعمة قوي لدرجة ان هي ممكن تلزق في الايد. بتبقى حلوة كده في ايدك، متماسكة شوية. شايفين بالطريقة دي؟ بعد كده باخد العجينة بتاعتي، واروح اقطعها على حسب المقدار اللي انا عايزاه وعلى حسب الصينية بتاعتك. بصراحة انا عملتها هنا حوالي 60 جرام، بس بصراحة طلعت كبيرة على الصينية. فالمفروض وطلع عشان كده طلعت 16 قطعة من الرقاق. احسن حاجة تعمليها، اعمليها على 40 او 45. هيطلع لك الصينية حلوة كده، وهترمي معاكي كمان اكتر من 16 قطعة. ولو الصواني عندك كبيرة مدورة كبيرة، خلاص اعملي المقدار 60. انا بقولك على حسب انتي مقدار الصينية بتاعتك، المقاس بتاعها قد ايه. طبعا انا خدت كل نص العجين، النص كيلو دي ده بعد ما عجنته وعملته زي ما انتم شايفين كور ب60 جرام، وكورتها على دقيق مرشوش عشان هسيبها ترتاح شوية 10 دقايق. لان كل ما بترتاح العجينة كل ما بتديكي نتيجة احسن، وبتتفرد معاكي وما بتتقطعش على فكرة. رشيتها دي بالمنظر دوت عشان وشها، وتحطي كمان كيس عشان الوش ما ينشفش. بس كده. سبتها بقى تريح شوية 10 دقايق كده، وبعد ما ارتاحت انا جبتها بقى وهمسك كورة كورة. اهم حاجة يكون معاكي طبق فيه دقيق على جنب. زي ما انتوا شايفين، بص انا بغرقها دقيق عشان تتفرد بمنتهى السهولة. تفضلي بقى ترققيها كده بالنشابة بتاعتك لغاية لما بتحسي ان هي يعني بقت خفيفة. علشان الحروف كمان خلي بالك عشان ما تبقاش ناشفة، فتحسي فيه بتجلد معاكي بعد كده. انا بفردها زي نص فردة كده عشان برضو بسيبها ترتاح. الطريقة دي حلوة جدا. ولو تقدري ترشي دي كتير بين كل قطعة وتفردي 3 4 وحدات فوق بعض، على فكرة اسهل من ان انت تفردي واحدة واحدة. بس طبعا الناس اللي هي مبتدئة وما بتقدرش انها تعملهم فوق بعض، فخليكي ماشية واحدة واحدة عشان يبقى بالنسبة لك اسهل. بص انا عملت ايه، بقيت افرد كل واحدة بص زي نص فردة. بسيبها بقى ترتاح. لما باجي افردها تاني مش عايزة اقول لكم بتبقى رهيبة في الايد. تقدري تمطي فيها كده بايديكي. يعني شايفين اهو بعد ما فردتها، بص من كتر ما هي مرتاحة. بص انا بفردها بايدي ازاي. بصي بشد عاملة زي الاستيك. بتمطي معاكي، بتمط لغاية لما بتوصلي لمقاس الصينية. انا حاطة صينية على البوتاجاز بتسخن. ما حطيتش في الفرن، عايزة تحطيها في الفرن حطيها. انا عملتها على البوتاجاز من فوق، ما خدتش هوا. على طول على طول، ما بتاخدش يا دوبك. يعني تدي بس فقاعات كده تلفي. هوريكي دلوقتي المنظر.
بصوا المنظر وانا عمالة امط فيها. جبت صينية اللي هي بعمل فيها الكنافة، واللي انا بعملها ممكن اعمل فيها الرقاق. حطيت وشها على البوتاجاز سخنت. بص بالمنظر ده تفضلي تضغطي بسباتولا كده لغاية بصي الفقاعات تبان، بس اوعي تخليها محمرة طبعا، خليها كده رايقة. واول بصي بتلف معاكي تلاقي العجينة نفسها بتلف معاكي وتروحي قلباها على الناحية التانية. يا دوبك مفيش ثواني ثواني بتلاقيها خلصت. عشان كده بقول لكم هي ما بتاخدش وقت. اسهل ما يمكن تعمليه هو الرق. جربي تعمليه في البيت، ساعات تبقاش مثلا متاح جنبك ان حد بيبيعه، انتي قومي واعمليه، مش هياخد منك وقت خالص. وزي ما قلتلكوا ان هو مش مكلف، ميه ودقيق وملح بس كده. بصوا المنظر، مفيش وقت. انتوا شايفين الطريقة حتى بسيطة ازاي. عملت واحدة تانية بنفس الطريقة، وبرضه حطيتها بأهم حاجة انك تمسحي بين كل واحدة وواحدة تمسحي الصينية، عشان الدقيق بيبقى نازل على الصينية فممكن يبقى فيه زي بيتحرق، فما يسمرلكيش الرقاق نفسها. مش فاكرة عمالة اجيب الاسم مش عارفة. بس كده بصي انا بضغط ازاي، واول ما خلاص كده بلاقيها بص عملت اللون بص بسيط ازاي، اروح اقلبها الناحيه التانية. عشان كده بص هي كبيره على الصينيه بتاعتي دي، الصينيه دي اكبر حاجه عندي. عشان كده كنت حاسه ان الستين جرام هي كانت كبيره، فكان المفروض ان انا اقلل القطعه شويه. انا خلصت الكميه وفردتها، كل ما اطلع واحده افردها على فوطه كبيره كده. وطبعا كانت اول واحده بالنسبه لي هي اللي كانت تجربه، كانت اللي طلعت تخينه مني، فطبعا بقيت افردها على قد ما اقدر تكون رفيعه. وزي ما انتم شايفين بصوا حلوه ازاي. طبعا خلي بالكم عشان بقى ابتدى ينشف، فبقى ابتدى من ايدي ان هو يتكسر. وتسيبيه بقى يتهوى خالص عشان ما يبقاش طري. وبعد